خلونا نسأل نفسنا سؤال صريح شوي. هل الحياة اللي بنعيشها دي هي حياتنا بجد؟ ولا مجرد نسخة يمكن حد تاني هو اللي رسمها لنا؟ لو السؤال ده لمس حاجة جواك يبقى استعد، لأننا هنكتشف السبب مع بعض. سؤال كلماته بسيطة بس تأثيره كبير جداً، والحقيقة اللي ممكن تكون صادمة هي إنه أغلبنا ماشي في طريق، خلينا نقول طريق مألوف، طريق ممكن ما يكونش اختيارنا الواعي، لا إحنا لقينا نفسنا فيه، يمكن بسبب توقعات اللي حوالينا أو ضغوط معينة. والنتيجة شعور دائم بالتعب والإرهاق حتى لو مش بنعمل مجهود خرافي. إحساس إننا بنجري في مكاننا مش بنتحرك، وبنسأل نفسنا ليه الحياة مش زي ما كنا متخيلينها؟ والجواب بكل بساطة هو إننا ممكن نكون بنعيش حياة مش حياتنا، حياة مرسومة على مسار آمن ومضمون عشان محدش يلومنا لو فشلنا، بدل ما ناخد المخاطرة ونعيش المغامرة اللي ممكن تورينا إحنا مين بجد. طيب إيه اللي بيخلينا عالقين في المكان ده؟ في زي ما تقول 4 فخاخ أو 4 أخطاء شائعة أغلبنا بيقع فيها. الأخطاء دي هي اللي بتبني حوالينا السجن إحنا مش شايفينه. يلا بينا نشوفهم واحد واحد. الغلطة الأولى بتبدأ من وإحنا صغيرين، بيتقدم لنا زي كتالوج أو سيناريو حياة جاهز: ادرس، خد شهادة، اشتغل، اتجوز، وهكذا. محدش بيقف ويسأل أنت عايز إيه بجد؟ هل ده اللي بيبسطك؟ حاسس إنك بتتقدم؟ لأ، إحنا بس بنمشي على الخط المرسوم، وبعد سنين بنكتشف إننا كنا بنمثل في مسرحية مش من تأليفنا أصلا. أما الغلطة التانية فهي فخ الانتظار. بنستنى الوقت المثالي، مستنيين فلوس أكتر، فرصة أحسن، أو شوية ثقة بالنفس زيادة. بس الصراحة الوقت المثالي ده مجرد وهم، مش هيجي أبداً. الناس اللي بتتحرك وبتتقدم هم اللي بياخدوا الخطوة حتى لو مش جاهزين 100%. اللي بيستنى يبقى جاهز بيفضل يستنى على طول. ونيجي للغلطة التالتة، إننا بنقدر آراء الناس أكتر من رأينا في نفسنا. غريبة، إزاي ممكن كلمة سلبية واحدة أو نظرة استهزاء تهد كل الثقة اللي بنيناها في سنين؟ المشكلة إننا بندي لكلام الناس وزن أكبر من اللي يستحقه. لازم نفتكر دايماً الشخص اللي بينتقد ده غالباً بيعكس حدوده هو ومشاكله هو، مش حقيقتنا إحنا. وهنا بقى الغلطة الرابعة، ويمكن دي أخطر واحدة فيهم، إننا بنخلط بين كنا مشغولين وكنا ناجحين. ناس كتير بتقضي يومها في حركة وزحمة شغل وبيحسوا بالتعب في آخر اليوم ويقولوا أنا بسعى، بس الحقيقة هم بيكونوا بيجروا في مكانهم، مفيش خطوة حقيقية لقدام. اليوم ده هو نفس يوم امبارح، وهيبقى هو نفس يوم بكرة. تمام، كده إحنا عرفنا المشكلة فين. بس إننا نعرف المشكلة ده مش كفاية. السؤال الأهم، إزاي نكسر القيود دي؟ الخبر الحلو إن في طريق واضح للخروج من الدايرة دي. يلا بينا نشوف ال5 خطوات العملية اللي هترجعنا للطريق الصح. هنبدأ بالخطوة الأولى، ودي الأساس اللي هنبني عليه كل حاجة جاية: خطوة المواجهة والوضوح. الخطوة الأولى هي الوعي الذاتي الكامل. يعني إيه؟ يعني نوقف لوم الظروف والناس ونبقى واضحين مع نفسنا تماماً. إحنا عايزين إيه بجد؟ وإيه الأخطاء اللي بتوقفنا في مكاننا؟ هنا بقى بيت القصيد، إننا نختار طريقنا بوعي ونتحمل مسؤولية الاختيار ده. كل قرار صغير بناخده هو خطوة بنسترجع بيها حياتنا تاني. طيب، بقى عندنا الوضوح. دلوقتي نيجي للخطوة التانية، الخطوة اللي بتحول الأفكار والنوايا لحاجة حقيقية، لحركة على أرض الواقع. ببساطة اتحرك حتى لو مش حاسس إنك جاهز. اغلط وجرب وتعلم. الخوف من الفشل هو اللي بيشل حركة أغلب الناس، بس الناجحين بجد هم اللي بيتعلموا من غلطاتهم وبيحولوها لدروس. يعني الفشل مش نهاية الطريق، ده بدايته. الخطوة الثالثة بقى بتواجه واحد من أكبر أعداء السعادة في حياتنا كلنا. توقف عن المقارنة، بس كده. دايماً هنلاقي حوالينا حد أنجح أو أغنى أو حياته شكلها على السوشيال ميديا أحلى. كل ده مش مهم. المقارنة الوحيدة اللي ليها معنى هي مقارنة نفسك بتاعت النهاردة بنفسك بتاعت امبارح. هل في تحسن؟ اللي عايش حياته بيقارن نفسه بالناس كأنه بيجري في سباق عمره ما هيخلص وعمره ما هيحس بالرضا. ودلوقتي نيجي للخطوة الرابعة، ودي اللي بتنقلنا من مجرد أحلام وتمنيات لعالم التنفيذ والإنجاز. دي خطوة تحويل الرغبة الغامضة لخطة عمل واضحة ومحددة.
إنك تقول عايز انجح دي مجرد أمنية، لكن الخطة هي اللي بتحولها الحقيقة. ناس كتير بتفشل عشان أهدافهم كبيرة قوي وشكلها يخوف. السر بسيط، كسر الهدف الكبير ده لخطوات صغيرة جدا تقدر تعملها، خطوة واحدة كل يوم. بس تخيل الإحساس بالقوة بعد شهر واحد بس وانت عملت 30 خطوة صغيرة، ده بيخلق قوة دفع محدش يقدر يوقفها. وأخيراً الخطوة الخامسة، ودي مش خطوة بتتعمل مرة وخلاص، لأ، دي نظام يومي زي البوصلة اللي في إيدك كل يوم، بتتأكد إنك ماشي في الاتجاه الصح. الفكرة هي مراقبة النفس. كل يوم قبل ما ينتهي اسأل نفسك السؤال ده: هل عملت حاجة النهاردة قربتني من هدفي؟ السؤال ده هو اللي بيخلينا نتأكد إننا مش بنضيع وقتنا في تفاصيل ملهاش لازمة وبنركز على اللي يهم بجد، التقدم الشخصي. أصغر خطوة في اتجاه الهدف هي إنجاز في حد ذاتها. في الآخر، كل الأفكار والخطوات اللي قلناها دي بتتلخص في سؤال واحد، سؤال حاسم، سؤال لازم نسأله لنفسنا بكل صراحة، مش بكرة، دلوقتي. لو الحياة فضلت ماشية بنفس الطريقة دي ل5 سنين كمان، هل هنكون راضين؟ فكر في الإجابة كويس وبكل صدق. لو كل حاجة فضلت زي ما هي بعد 5 سنين من دلوقتي، هل هنحس بالرضا؟ لو الإجابة الصريحة هي لأ، فدي مش نهاية الحكاية، دي ممكن تكون البداية. الأمل مش مجرد إحساس، الأمل قرار. الفرصة لسه موجودة، لسه ممكن نغير الطريق وناخد القرار النهاردة إننا نعيش الحياة اللي إحنا عايزينها بجد، حياتنا الحقيقية.